هذا المكان في منطقة غليلة في راس الخيمة. اختار العميد الركن سعيد الشحي أن يؤسس قرية زايد للتراث تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. رحلة فريدة عبر الزمن وتجربة ثرية تحمل بين طياتها جوهر الحضارة وعبق التاريخ. تخطف الأنظار المباني الأثرية بدقة تصميمها اللي ضم في أركانها قاعة الشيخ محمد بن زايد وقاعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي. تحتوي على 7000 من المطبوعات ما بين القديمة والحديثة، وذات موضوعات في مختلف العلوم، ومنها مخطوطات يعود تاريخها لنهاية القرن 19. تسميتي بهذا الاسم لقرية زايد التراثية لأن الشيخ زايد رحمه الله كان غالي على الإمارات وعلى ابن الإمارات وعلى ابن الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية والشقيقة، فكان هو من عشاق التراث ومن عشاق الماضي، فما عندنا شيء نكرمه ونقول الله يرحمه إلا غير نطلق هذا الاسم على قرية زايد التراثية، حتى كل إنسان يزورها يحصل منا هدية الله يرحمه. هذا أكبر شيء هدية نقدمها لهذا الإنسان اللي عمل لنا كيان من لا شيء، عمل لنا هوية، عمل لنا دولة، عمل لنا علم، فهذا إنسان لابد أن نشكره ونجزع عن شكرنا له، ولهذا أطلقنا هذا الاسم البسيط على قرية زايد التراثية. أنشأتها في عام 2004 تقريبا 2014 هي انتهت من إنشائها كامل. فكرنا في هذا الشيء طول بعمرك، لابد أن نوثق ماضينا، نوثق تاريخنا، نوثق هويتنا، ماذا كنا في الماضي قبل قيام دولة الإمارات وكيف الآن، فلا بد أن نرجع لماضينا ولا ننساه، لأنه هو هويتنا وماضينا، منه نتعلم كيف كنا في الماضي وكيف الآن وصلنا لهذا من المعرفة والعلاقات والترابط الاجتماعي وإلى آخره. هذا الشيء اللي خلاني أنا أبحث وأعمل هذه القرية لأبنائنا القادمين ليعرفون ماذا كنا في الماضي، شو تاريخنا، وكيف كنا نسكن، كيف كنا نعيش، وكيف الآن هو موجود على الطبيعة، لكن الماضي مجهول. في الماضي كان اهتمام عندنا في ماضينا، نبحث عنه دائما ونسأل عنه آبائنا، ولله الحمد شجعنا من تشجيعهم. لابد أن نهتم بماضينا، لأن ماضينا هو أساسنا، لابد أن نهتم فيه، ما نتجاهله، لا ننظر للطفرة، ننظر للأساس. فالأساس هو اللي خلانا نحن نوصل لهذه ما وصلنا إليه الآن. والله ورثت منهم خير ولله الحمد، وما قصروا معايا، أعطوني ما يملكون من ما عندهم من آثار ومن تراث ومن أشياء قديمة وأفكار، وأيضا من الأخوة المواطنين بعد جزاهم الله ألف خير ما قصروا، دعمونا بالفكر وبالموجود عندهم، لأن كل موجود هو من الأرض من عندنا وليس من الخارج، لا شيء من الخارج أبدا، كله من عندنا. أولا القاعة سيد صاحب السمو رئيس الدولة، قاعة الأسلحة القديمة أو التقليدية، قاعة المغفور له الشيخ صقر هي قاعة الكتب التاريخية والتراثية، تحتوي حوالي 10,000 عنوان، يعني 15,000 كتاب.
قاعة سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، هي مقتنيات الفضيات وإلى آخره. ثم قاعة البيئات، البيئة البحرية الجبلية المساكن القديمة إلى آخره. ثم القفل، بيت قفل هم سكان أبناء الجبال الشاهقة. ومن ثم الدهريز اللي هو أصحاب الدخل الجيد يعملون دهريز، كان من جص ومن حجر. والمخزن أيضا كان أصحاب الدخل الجيد من جص ومن الآن من اسمنت من حجر. ثم العريش حق الصيف، ثم الخيمة حق الشتاء، ثم السبلة كمجلس، والصفة أو العقة لأصحاب يسكنون في سفوح الجبال، عملوها يعني كمصيف لهم قريب من الساح، قريب من ينزلون بالوطأ قريبين من الماء، لأن في الجبال اللي بركض يخف مايها فينزلون في الوطأ يسوون الصفة يسكنون داخلها 3 شهور أو 4 شهور حسب المواسم الأمطار. والله ما أتذكر أي قطعة، لكن كنت أعشق القديم، ما أذكر قطعة معينة، ولكن أنا كل ما حصلت شيء قديم واقتنعت أنه قديم احتفظت فيه أو أخذته عن أحد من الإخوان أيا كان. كله غالي، ما في قطعة معينة، كلهن غاليات، ما في قطعة معينة، كل الماضي غالي. لا، هو بنيتهن كلهن كاملات، ثم بدأت أجمع وحط فيهن الأشياء كل قاعة بما تحويه من معدات. أسلحة تقليدية بداية من الرمح، السيف، ثم البندقية أبو فتيلة أو مصلبخ، ثم البندقية التقليدية أبو حبة، ثم أبو 5 حبات. هي ما لها قصة، هي الشيخ صقر كان يحب التاريخ يحب الكتاب، فدائما يسأل عن الكتب، دائما يسأل. فأفضل طريق، أفضل اسم الكتب التاريخية فهو اسم مغفور له الشيخ صقر محمد القاسمي. هي محتوياتها الفضيات، هي لباس النساء وبعض المقتنيات الهدايا، تقريبا كلها فضة، من الأساور، الخلاخل، الحجول إلى آخره. وأكثرها كلها هدايا ومقتنيات، بالإضافة إلى نصف الآخر هو الفضيات. أتمنى كل مواطن تكون معاه متحف في بيته، أتمنى كل مواطن ينشئ متحف قسم في بيته لتعليم أبنائه ما هي كيف كنا في الماضي وما هي مقتنياتنا، حتى تفهم ماضينا وحاضرنا. ماضينا هو المهم لأن بدينا من الحاضر. أتمنى يكون لها أكثر، أتمنى يكون لكل هذه المتاحف الشخصية يكون لها يعني أثر كبير في المجتمع، وهذا شيء طيب، وهذا شيء طيب وظاهرة طيبة. أنا ما أطلب، أنا أطلب كل مواطن يهتم بماضيه، ينشئ له ركن في بيته يفهم أولاده وكيف كانت حياتنا في الماضي. هذه محتويات السبلة، هو عبارة عن مجلس في الماضي. الخيمة هو مسكن أو غرفة للشتاء عن الأمطار وعن البرد. العريش حق الصيف يدخل هواء من جميع الجهات يعني. وأما الصفة فهي سكان الجبال اللي يسكنون في سفوح الجبال وقت الصيف، ينزلون من الجبال يسكنون في السفوح قريب من الماء، لأن في الجبال
البرك يخلص منها الماء، فلا بد يرجعون لسفوح الأرض عند قريب طوي بيرجع محفور أو أي مكان فيه ماء، إن الأدباش والهم يكون في ماء. ولما يكون تجي الأمطار تكون البرك مليانة رحلوا عندها. مزيج من التحف المعدنية والأواني الفخارية والفضية في قاعة الشيخ سعود بن صقر، اللي تعكس روح الفن الراقي وتحاكي سلسلة من الفنون اللي يتميز بها الأوليين. نماذج للبيوت الأثرية تعد مصدر إلهام وتجسد بروعة حياة الأجداد، صنعت من سعف النخيل والطين، وكل شيء ينبض بالأصالة يروي أروع القصص. والله الزيارات أول شرف زيارة رئيس الدولة لنا مرتين، هذا أكبر هدية للمكان ولنا ولأبناء الشمال. ثم حاكم رأس الخيمة والأهل الفجيرة يعهد رأس الخيمة وباقي الشيوخ بارك الله فيهم. ماضيك هويتك، شخصيتك هويتك، هذا كله وين مربوط؟ في تراثك. شخصيتك، وطنيتك، هويتك وين مربوطة؟ في ماضيك، هو تراثك. إذا ما عندك ماضي ما عندك شيء، ضايع. مثل الأب، مثل ولد ما عنده أم وأب. أنا ما طلب الدعم، ما طلب الدعم من الحكومة أو من غيرها، يكفي زيارتهم. هذا أكبر دعم، هذا أكبر دعم لما يزوروك، دعم معنوي أكثر من الدعم المادي. فإذا بتفكر في الدعم المادي ما بتمشي، بتوقف. لكن الشيوخ بارك الله فيهم وزيارتهم هي أكبر دعم لنا، مش لي أنا، للمجتمع كامل. لما يجي الكل يشوفه يسلم عليه يفرح فيه، هذه أكبر هدية، هذه أكبر هدية من الدعم اللي هي زيارتهم. هاي زيارة معنوية عالية، لأن ما عندي أهداف بعيدة، ما أهدافي محلية. هذه على مستوى الدولة، متاحف الدولة هي المفروض تشارك، لأن عندها مترجمين، عندها مؤهلين ناس، عندها ناس عندها معدات قابلة للتنقل. أما أنا قابل للوجود في نفس المكان. أنا والله حصلت هدايا كثيرة، وأنا أقدم درع القرية يحتوي إلى 5 خصال. درع القرية أول خصال علم الدولة يحتوي الدرع كامل، ثم القلعة تدل على أن الدول العربية والإسلامية قلعة لا تهتز، ثم صورة الشيخ زايد، أن القرية اسم زايد، ثم الصقر لأن كل أبناء الجزيرة العربية صقارين يحبون المقناص، ثم الخنجر وهو دليل الرجولة، ثم الدلة دليل الكرم، ثم الجرة دليل التراث، ومن ثم تحت فقرة اللي هي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، عز الحاضر فقر الغد والمستقبل. يعني هذه الأشياء 3 دروس اللي هي رسالتنا للمجتمع. تراثك هويتك، تراثك هويتك. الكل يهتم بماضيه ويترجم بحاضره، يهتم بماضيك ويترجم بحاضرك، وأنت والخير واحد. الترتيب يعتمد على يعني شو أنا أفهم في هذا الجزء. يعني إذا جيت للسلاح، أول سلاحه كان رمح، ثم السيف، ثم البندقية أبو فتيلة، ثم يعني تسلسل. الكتاب نفس الشيء، ماضي نص تاريخه مسلسل. الفضيات
شو الملبوس سابقا ولاحقا، يعني ما في شيء يعني تسلسل مثل العمر. والله العملات طال عمرك كثيرة ولكن قديمة، بعض منها ترجع لمئات السنين، وشيء يرجع يعني ما تعرف تاريخها من وين ومصدرها. فهي كانت في المنطقة في وضع واحد حصلها في جرة أعطاني إياها مدفونة في الرملة، شيء اسمه المرضوف، يعني في عملة مرضوفة، أشياء قديمة يعني ما تنفهم. هذه هدايا، هذه هدايا من الشيخ الله يحفظهم، عملة الشيخ زايد، عملة الشيخ خليفة، هذه هدايا حديثة يعني من الثمانينات والسبعينات يعني مو يعني قديمة يعني. هذه هدايا، الهدايا تختلف. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وأشكر قناة السمد بي على هذا البرنامج الطيب وعلى هذه السمعة الطيبة، وأتمنى لكم التوفيق ودائما إلى الأمام. وهذا هو تاريخنا وماضينا، وينتشر عن طريقكم أنتم الإعلام. أنتم الإعلام مسؤولين عن نشر ماضينا.